فيديو اليوم 2 بواحد رح نحضر مع بعض أروع وأطيب قشطة منزلية وبكوب سميد واحد بس. رح نعمل 2 كيلو من الحلاوة بجبن، طراوي مثالية والنكهة خرافية حرفيا بتشهي. تابعوا معي الوصفة من مطبخنا الشامي، اشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس ليوصلكن إشعار بوصفاتي الجديدة. مقادير وصفتي رح اترك لكم اياها بصندوق الوصف. منسمي بالله ويلا نبدأ مع بعض تحضير هالوصفة. بالبداية أنا عم بحضر للقشطة كوبين من الحليب السائل، ضفت لهم معلقتين كبار من السميد الناعم، هي نوعية السميد يلي أنا عم بستخدمها. وهلأ عم بضيف معلقتين كبار من النشا، نشاء الذرة. رح حرك هالمكونات كلها مع بعضها على البارد لحتى النشا يدوب مع الحليب. هلأ رح ارفعهم على النار، رح استمر بالتحريك لحتى المزيج يوصل عندي لدرجة الغليان. بس وصل لدرجة الغليان صار قوامه تقيل مثل ما واضح بالفيديو. ضروري بهالمرحلة نستمر بالتحريك لحتى المزيج ما يلزق معنا بأرض الطنجرة، وضروري الغاز تكون حرارته وسط. هلأ رح ضيف معلقة كبيرة من الماء زهر. بالنسبة للمنكهات يلي فيكن تستخدموها، يلي بحب نكهة الماورد ممكن يضيف أو الفانيليا، لكن أنا بلاقي نكهة الماء زهر تلبق أكتر للحلاوة بجبن، لأنه الحلاوة بجبن مننكهها كمان بالماء زهر. ضروري القشطة المطبوخة يكون قوامها تقيل لحتى تثبت ضمن الحلويات. شايفين هي قوامها وهي كثافتها. هلأ رح ضيف لها علبة من جبنة الماسكربوني بوزن 250 غرام. هالنوعية من الجبنة خالي تماما من الملح، نكهتها وطعمتها كتير طيبة وكتير بتلبق لأنواع القشطة. إذا هالنوعية مو متوفرة عندك ممكن تستبدليها بعلبة من القشطة الجاهزة، سواء قشطة بوك أو قشطة جيمر أو حسب النوعيات المتوفرة بالمنطقة يلي انت ساكنة فيها. وإذا مو متوفر عندك أي نوع من أنواع القشطة الجاهزة، ممكن تفرطي لتر حليب على النار، بحيث بس وصل لدرجة الغليان بتضيفي له معلقة من الخل، بتصفيه وبتستخدمي القريشة بتضيفيها للقشطة المطبوخة، كمان بتاخدي نكهة جدا رائعة. هلأ ضفت معلقة كبيرة من السكر بالنسبة لنسبة حلا القشطة حسب الرغبة، لكن باعتبارنا بنستخدم هالنوعية من القشطة لحشي الحلويات فما في داعي نزيد نسبة الحلا، لأنه الحلويات بتكون مقطرة فيها نسبة عالية من القطر. سكبتها بوعاء بلور ورح غطيها بنايلون غذائي، ضروري يكون ملامس للوجه لحتى ما ينشف وجه القشطة وما يتشكل قشرة خارجية. رح دخلها على البراد، وبهالأثناء رح نجهز مع بعض للحلاوة بجبن. كوب من المي، نص كوب من السكر، نزلتهم بطواي، ما رح حركن أبدا، بس وصلوا لمرحلة الغليان رح يدوب السكر بالمي. وهلأ رح ضيف كوب من السميد الناعم. نوعية السميد يلي أنا استخدمتها للحلاوة بجبن نفس نوعية السميد يلي أنا استخدمتها بتحضير القشطة. حركتهم لحتى ما يصير في أي تكتلات. لاحظوا أنه السميد شرب كل كمية المي. ضروري نقلبه لمدة 3 دقايق لحتى حبة السميد تنطبخ وتستوى كمان. نزلت 250 غرام من جبنة الموتزاريلا غير المملحة، وهلأ رح استمر بتقليبها مع السميد المطبوخ لحتى تدوب وتختفى تماما وتتجانس مع السميد. ضروري النار تكون بهالمرحلة أقل من وسط. شايفين كل ما قلبناهن أكتر بتدوب الجبنة وبتتجانس مع السميد المطبوخ. لاحظوا قوامها بعد ما دابت تماما وتجانست مع السميد، أكتر من رائعة. يا ريت تكتبولي بالتعليقات الحلاوة بجبن حمصية ولا حموية.
أنا بتصور حمصية، شو رأيكم جماعة حما؟ ضفت لها معلقة كبيرة من الماء زهر، استمريت بالتقليب. شايفين قوامها أكتر من رائع وهي عبتشط وبتمط. من أكتر الحلويات يلي أنا بحبها وعيلتي بتحبها، وخاصة بشهر رمضان الكريم. ومستحيل يكون عندي عزيمة وما حضر الحلاوة بجبن كنوع من الحلويات. عندي هون قطعة نايلون غذائي، نزلت عليها كمية من القطر، وزعت القطر، وهلأ رح نزل الحلاوة بجبن وهي سخنة. رح حاول افردها وهي سخنة. بعدين غطيتها بالنايلون الغذائي، وبالشوبك رح افردها لتصير كتير رقيقة. ضروري تكون حركتنا سريعة وقت منفرد الحلاوة بجبن، وضروري نفردها وهي سخنة، وكل ما كانت رقيقة بيكون طعمها أطيب. لاحظوا قوام القشطة، قوامها كتير متماسك، وهيك لازم تكون حتى تثبت معنا ضمن الحلويات. هالنوع من القشطة فينا نستخدمها لحشي الحلويات الباردة مثل الحلاوة بجبن، مثل القطايف العصافيري، وفينا نستخدمها لحشي الحلويات يلي بتحتاج لحرارة مثل الكنافة، مثل البسبوسة بالقشطة، مثل الشعيبيات أو القطايف. نزلت كمية من القشطة بكيس الحلواني وعبوزع القشطة، وهي أسهل وأسرع طريقة لحشي الحلاوة بجبن. لاحظوا كيف قطعة النايلون بتساعدني بأنه لف الحلاوة بجبن على شكل رول. بوزع القشطة على الأطراف، برجع بلفها وبقصها. الرولات حجمهم كتير كبير، لذلك أنا قصيتهم لقسمين قبل ما أدخلهم على البراد. تركتهم لحتى بردوا تماما وتماسكوا، وهلأ عبقطعهم لقطع بالنسبة لحجم القطع حسب الرغبة وحسب الذوق الشخصي. ما شاء الله كمية كتير كبيرة، أنا وزنتهم طلعوا 1 كيلو و900 غرام، يعني حوالي 2 كيلو من أروع وأطيب حلا حضرنا بأسرع مدة زمنية وبمكونات منزلية. هلأ عبزينهم بنسبة من الفستق الحلبي. وصفتي لليوم صارت جاهزة، ما أحكي لكم عن اللذاذة والطراوة، عن جد فخامة تستحق التجربة. بتمنى وصفتي لليوم تكون نالت إعجابكم، بتمنى تجربوها على طريقتي. إذا عم تدخلوا قناتي لأول مرة ما تنسوني شير ولايك على الفيديو، والاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس ليوصلكم إشعار بوصفاتي الجديدة.